أهلا بيكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. هناخد النهاردة الجزء الثالث من المراجعة النهائية ليلة الامتحان تربية دينية مسيحية. ويلا بينا، بس لو مشتركتوش ياريت تشتركوا من العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الجزء الرابع. ان شاء الله هنزله لكم بالليل، بس عشان ما اطولش عليكم بعملها على قد ما اقدر مختصر. وشيروا الفيديو واعملوا لايك في الاخر لو عجبكم عشان كل اصحابكم يستفيدوا. يلا هنبتدي اول حاجة اللي هي اكمل النقط. اول سؤال بيقول: تتمثل موضوعات التأمل الروحي في الصلاة وصفات السيد المسيح اللاهوتية أو الإلهية وأسرار الكنيسة وسير القديسين. رقم 2: تتمثل عناصر البيئة في عنصرين رئيسيين هما الإنسان والطبيعة. رقم 3: البيئة مصدر تعاون بين الله والإنسان. رقم 4: تستخدم الكنيسة عناصر البيئة ومنها الزيت، القطن، القمح، أغصان الزيتون في الطقوس الكنسية، يعني مثلا الزيت والقطن في سر مسحة المرضى، وهكذا يا ولاد. بعد كده رقم 5: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافقني. طيب، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. رقم 7: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. احنا متعودين يا شباب من الجزء من السنين فاتت في الجزء الاول والجزء الثاني في المراجعات ان احنا بنقرا السؤال بالاجابه على طول اختصارا للوقت بتاعكم. ولغايه ما نجيب السلايد الجايه ما تنسوش تكتبوا لي انتوا منين هي محافظه. ولو ما شفتوش الجزئين اللي قبل كده هتلاقوا اللينك بتاعهم في الديسكريبشن وشوفوهم عشان دول تكمله لبعض. وان شاء الله الرابع هينزل النهارده زي ما اتفقت معاكم. نخش على الاسئله اللي بعد كده، هتبقى صح وغلط. صح وغلط. خدوا بالكم يا ولاد وانتوا بتحلوا الاسئله بتاعت صح وغلط دي، تقروا العباره للاخر اللي هي راس السؤال. بيقولك ده علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه غلط امام العباره الخاطئه. بس خدوا بالكم لو قالك مع التصحيح يبقى هنا في نص درجه للسؤال كامله على التصحيح، فما نعملش صح او غلط ونسكت ونقول ما احنا حلينا صح، لا انت سبت نص الاجابه. فهنا بيقول لنا امام العباره الخاطئه فيما يلي، ما قالكش مع التصحيح، عملت مع التصحيح يبقى شكرا. تعالوا رقم 1 بيقول تعارض الشجاعة مع الوداعة. لا غلط طبعا، الاتنين بيكملوا بعض. رقم 2: كل فرد مسؤول عن تصرفاته أمام الله. ده صح طبعا، وكل واحد هيتحاسب على أعماله. رقم 3: إجمالي عدد الكلمات التي نطقت بها السيدة العذراء خلال حياتها بالكتاب المقدس 169 كلمة، معظمها تسبيح الله. لا غلط، احنا معدين يعني ما اتكتبش أو ما تذكرش العدد. رقم 4: كان يضم المجمع 170 شيخ. طبعا غلط. الروح القدس يشكل الكنيسة لتكون على صورة الله. صح طبعا، الروح القدس هو الذي يعمل فيها. رقم 6: لم تكن خيمة الاجتماع من تصميم إنسان إنما من تصميم إلهي. صح طبعا، ربنا اللي ادى مواصفاتها لسليمان الحكيم. ناخد مجموعة الأسئلة اللي بعد كده بسرعة عشان وقتكم. اختار من بين الأقواس. السؤال التالت بيقول كان يضم المجمع كام؟ لسه قايلين من شوية غلط، اللي هي صح وغلط. هنا الصح بتاعها 70 شيخا. رقم 2: كان نقط شرطيا سوري ولا كان نقط شرطا لدخول أرض الموعد اللي هي أرض كنعان اللي هو إيه؟ الختان. رقم 3: توجد مناسبات. عدد المناسبات كام التي تصلي الكنيسة فيها صلاة اللقان كل عام؟ طبعا هم 3 مناسبات. السؤال بتاعها هيجي بعدين وهقول لكم ايه هم. رقم السؤال اللي بعد كده: اختار من العمود الألف ما يناسبه من العمود ب. من القائل؟ يقول الله اختنوا الذكور ولم يأمر بختان الإناث. مين اللي قائل الآية دي؟ طبعا هو القديس إفرام السورياني. الجملة التانية: من القائل الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. طبعا هو السيد المسيح له كل المجد. من القائل لا يجوز ختان الإناث لا بعد عمادهن ولا قبله. طبعا ده الأنبا أثناسيوس أسقف قوس. تمام يا ولاد. طيب تعالوا بقى نشوف مجموعة الأسئلة اللي بعد كده، وغالبا هتكون مقارنة. دي أنا هسيبها لكم مع صمت شوية وانتوا حاولوا اقروها واعرفوا هي هتبقى مقارنة. اقروها كويس، ولو قدرتوا تكتبوها هيبقى حلو جدا يا ولاد. بس قبل المقارنة في عندنا سؤال بيقولك ما المقصود بالبيئة. ماشي، هسيبكم تقروها، وقفوا الفيديو او كملوها، انا سايبه لكم وقت. وبعد كده بما تفسر، سؤالين بما تفسر، وبعد كده هنرجع تاني صح وغلط واكمل واختار من بين الاقواس واعمده.
ونرجع تاني لأسئلة اكمل. من إيجابيات وسائل الإعلام تقديم قضية الإيمان بالله الواحد، ومن سلبياته استنزاف الوقت ويسبب العزلة عن كثير من الاستخدامات. طيب رقم 2، يجب أن يتسم المسيحي مع الآخرين بعدة سمات أهمها الوداعة، الشجاعة، الأمانة والمحبة طبعا. رقم 3، يتصف الشخص الوديع بعدة صفات، منها إنه طيب، هادي، مسالم بشوش مبتسم. رقم 4، يعد نقط القضية التي تقوي إرادة المؤمن. طبعا هي الشجاعة، هي الفضيلة التي تقوي إرادة المؤمن. رقم 5، تعددت صور الشجاعة، ومنها الشهامة والصبر والمصابرة. كل دي حاجات لصورة من صور الشجاعة. طيب هناخد مجموعة الأسئلة اللي جاية يا شباب. ما ننساش تاني، أنا بفكركم بس عشان المحتوى ده قليل جدا على النت، فعايزين نرفع الفيديو، يعني نعمل اشتراك من على العلامة الحمراء، ونفعل الجرس، ونشير الفيديو لأصحابنا أو على الجروبات اللي احنا عارفينها، ونعمل لايك في الآخر لو عجبكم الفيديو. اكتبوا لي كومنت بأي حاجة ولو حتى حرف عشان يرفع الفيديو. طيب تعالوا دلوقتي نعمل صح وغلط، وما ننساش لو قال مع التصحيح عليه نص الإجابة. رقم 1 بيقول، من أول السؤال كده معروف إنه غلط. بيقولك لم يخضع السيد المسيح للناموس لأنه لم يختتن. لا غلط طبعا، هم السيد المسيح عمل الناموس وأكمل الناموس. الصلاة هي التصاق بالله في جميع لحظات الحياة، طبعا صح. وصوم وصلاة هما بيعملوا المعجزات يا ولاد. رقم 3، لا تقاوم الشر، المقصود بيها الكرامة الشخصية، ولا خدك الأيمن، ولا المقصود الشخص الشرير؟ طبعا هي مقصود بيها، هي دي غلط. هي لا تقاوم الشر يعني ما نمشيش معاه، ما ما ننتقمش لأنفسنا، ما نعملش نفس الشر عشان نرده. هو ده أكتر حاجة مقصود بيها لا تقاوم الشر. السؤال اللي بعد كده بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. كلمة هيكل في العربية تعني العظيم، برافو. رقم 2، كنيسة العهد الجديد أقامها نقط يوم الخمسين. طبعا أقامها أقنوم الروح القدس لما حل على التلاميذ. رقم 3، من علامات توبة المرأة السامرية هي الشجاعة التي ملأت قلبها. طيب بعد كده ناخد من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب بسرعة. أول جملة بتقول، فإن كانت عينك اليمنى تعصرك، هنختار إيه يا ولاد؟ فاقلعها والقيها عنك. رقم 5 في العمود التاني. طب العمود الأول، وإن كانت يدك اليمنى تعصرك، هنختار رقم 4 فاقطعها والقيها عنك. رقم 3 أو الجملة الثالثة، إنه كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، اللي رقم 2 في العمود التاني. الجملة اللي بعدها، ومن قال يا أحمق، هنختار رقم 1 في العمود التاني يكون مستوجب نار جهنم. بعد كده الجملة الأخيرة، كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها، هنختار الجملة الثالثة فقد زنى بها في قلبه في العمود الرقم ب أو على العمود ب. هنكمل مجموعة الأسئلة اللي جاية، وزي ما احنا متعودين في كل مقارنة أو كل بما تفسر هنقف ونوقف الفيديو وهتقروها بالراحة، وياريت تكتبوها بإيديكم يا شباب. طيب مجموعة الأسئلة اللي بعد الجاية هتكون عبارة عن بما تفسر، بس أنا هحتاجكم توقفوا العمود ألف والعمود ب ده، عشان كده سبت لكم وقت. هحتاجكم توقفوا تقروها تاني زي ما أنا عملتها لكم، زي ما أنا قلتها، تقولوا الجملة اللي في العمود ألف وتقولوا اللي مقابل ليها في العمود ب. معلش مرة تانية لأن دي مكملة لبعض وبتلخبط. رجعوا الحتة دي وقروها تاني. هنا بما تفسر هنوقفها ونقراها مع بعض، وبعد كده هرجع لكم تاني بالمجموعة اللي بعدها.